رجعنا لحضراتكم تاني ومشرفنا منورنا في الاستوديو. يعني مش عايز اكبره طبعا، عايز خليني اقول اخويا الكبير كابتن امام عبد العال، مدرب حراس مرمى الانتاج والجونه السابق. كابتن ازي حضرتك؟ انا سعيد ان انا معاك ربنا فعلا. يبارك في حضرتك. راجل بيقدم برنامج رياضي وهو كان لعيب مميز، ربنا يبارك في حضرتك. فلما نقعد هنتكلم هيكون الكلام ممتع وانا هستمتع الحقيقه حضرتك بكل اللي مشرفنا انت ومنورنا حبيبي. ربنا يخليك يا ربنا رب. يبارك في حضرتك يا رب. خلينا طبعا اسم حضرتك كبير وعندك باع طويل جدا في المشوار التدريب مع انديه كبيره جدا، وصنعت حراس كتيره جدا للدوري المصري وللمنتخب مصر. خلينا نتكلم على المسيره التدريبيه كده، وقول لنا اهم النقاط اللي حضرتك تحب تذكرها في بدايتنا. بص، انا عندي 4 فرق صعدتهم مع طبعا بقيه الاجهزه الفنيه. كنت انا معاون في الصعود. تمام. عندنا سكه سوهاج، وعندنا الجيش، وعندنا الانتاج الحربي، من الفرق اللي احنا صعدناها. وانا كنت سعيد بكل الاجهزه الفنيه اللي اشتغلت معاها. اشتغلت سكه سوهاج ده كان سنه كام؟ سكه سوهاج ده كان سنه 2001. سنه 2001. كان مين الجهاز؟ كنت انا والكابتن جمال عبد الله والكابتن عطيه السيد. وكان كابتن طارق. كنا جهاز كله من مصر. وكان علينا كتير جدا وما كانش في فلوس انا حتى سالت حضرتك على سكه حديث سوهاج بالاخص، لان انا عارف الامكانيات في الصعيد صعبه شويه، وان الجهاز يشتغل ويصعد اكيد كانت رحله صعبه وشاقه يعني. جدا جدا. لحد لما رحنا لدور الثمانيه في كاس مصر ما كانش في لعيب خد فلوس، بس كانوا لعيبه رجاله وكانوا ناس محترمه قوي وكانوا عايزين يعملوا حاجه، بالرغم ان هم كان في نجوم. يعني كان معانا نجوم، بس هم برضو حابين ان هم يثبتوا ذاتهم اكتر. بالظبط. وبالتالي في الظروف دي الجهاز بيبقى دوره مهم قوي يعني. جدا. يعني صراحه يعني الدكتور عطيه قام بدور رهيب مع الفرقه ديت، وكان بيعمل جلسات ثنائيه وثلاثيه وكان هو المعد وهو الدكتور النفسي. صراحه يعني الدكتور عطيه ربنا يكرمه قام بدور رهيب لحد لما ربنا كرمنا وصعدنا وعملنا انجاز هناك، ووصلناهم لدور الاربعه في كاس مصر. كانوا بيلعبوا الاهلي هناك. كنا احنا خلصنا مهمتنا ومشينا. ربنا كرمني، رحت بعدها الجيش. صعدنا الجيش مع الكابتن كمال عثمان. الله يرحمه ويحسن اليه. بعدها رحت الانتاج الحربي. كنت قبل الانتاج الحربي كنت ماسك ال20 سنه بتوع انبي. انا اولا يعني فضلت في فتره طويله في انبي بمرن، وممكن تجي لي حاجه فاستاذن فاخرج كده سكه سوهاج، وبعد كده ارجع الجيش، وبعدين ارجع بيت حضرتك بيتي. ففي خلال الفتره دي انا ربنا كرمني، عملت علي لطفي وعملت مهدي سليمان، جبته من التصنيع واشتغلت معاه. اشتغلت معاه فتره طويله. علي لطفي لسه صغيرين طلعوا على ايد حضرتك يعني. بالظبط. كان 15 و16 سنه بالظبط. وانا تنبأت لعلي لطفي، وكان هو حتى بيبكي وبيعيط وكده وهو صغير ان هو ما راحش منتخبات. فانا قلت له اهدى يا علي، انت هتلعب كل المنتخبات، وساعه لما يجي يختاروا الاختيار الحقيقي هتكون انت الاساسي. نفس الكلام قلته لابو جبل. نفس الكلام انا تنبأت له مع مهدي. عنده اصرار رهيب وعنده عزيمه ان هو يبقى حاجه. كان معاهم عامر كمان اعتقد. عامر انا ما مرنتوش بعد كده. يعني ما كانش ليا شرف ان انا امرنه صراحه يعني. برضه من بس انا فاكر ان عامر ومهدي نفس الجيل، وكانوا هم جيلي، كانوا معايا في منتخب مصر، وان يبقى في 2 حراس مرمى في منتخب مصر من انبي. لو من الاهلي معقوله، من الزمالك معقوله، لكن ان يبقى من انبي، مع الاحترام طبعا لانبي نادي كبير، ولكن ان يجي 2 حراس مرمى من انبي في الظروف دي، اكيد انه في حد كبير وحد يستاهل يعني ان احنا نشوط بدوره يعني. بص انا هقول لك حاجه، هو في الفتره دي لازم نذكر الكابتن امام محمدين. طبعا الكابتن امام محمدين فعلا راجل عينه خبيره وعنده بعد نظر، وبيعرف يقول يعني ده او لا ده. فحاجه محترمه. وهو اللي عمل القطاع بتاع نادي انبي، وبعد كده فرغ لكل انديه مصر. مظبوط. فلازم نذكر الراجل ده بكل خير، لان الراجل ده حاجه محترمه وحاجه جميله. ربنا يديه الصحه يا رب. هو دلوقتي طبعا في الاتحاد، وانا واثق ان هو هيعمل حاجه كويسه في نادي الاتحاد. ارجع تاني لشغلي. انا قلت للكابتن امام حافظ على الولد اللي اسمه علي لطفي، لان هم كانوا مشوه. وبسال عليه قالوا لي لا ده احنا مشيناته، لا انت لازم تجيبه لان ده جون مميز. مشوه استغنوا عنه؟ مشوه ما فيش استغنى. يعني خلاص هو علي ما كانش بيلعب. علي لحد انا ما قلت لهم لا هاتوه، ما كانش بيلعب. كان بيلعب عليه علي 90، كان بيلعب عليه واحد مواليد 91 اصغر منه بصراحه. اصغر منه، فكان بيلعب وهو كان تاني.
تمام. فقالوا لا بقى وهنجيب واحد تاني وبتاع آه. وكده، فانا قلت لهم لا انا عايز الولد ده، الولد ده انا شايف ان هو يبقى حاجه كويسه وهيبقى مستقبل النادي، وممكن كمان يمثل في المنتخبات، وده يبقى شرف كبير للنادي بتاعنا. تمام. ان اولادنا يبقوا يروحوا المنتخب. تمام. فامام ما كدبش خبر ولبى ثقة طلبي طبعا في كلام حضرتك يعني. جدا. طبعاً. ودي حاجه كان حاجة كويس، كان تحسب له مديني يعني. كانت حاجه ان هو مديني بالظبط. مساحه كبيره جدا ان انا اختار وان انا اشتغل وكان بيعاونني كمان في ان وجبات للحراس زياده تيجي عشان احنا كان عندنا شغل شاق، نروح الصبح الجبل ونرجع، وبعد كده ممكن بالليل نشتغل تاني كوره كده يعني. كان اليوم ليا شغل الكامل يعني شكل تقريبا شغل احترافي انا والحراس حتى في صغر سنهم. تمام. وده شيء نفعهم لما كبروا، هم شيء نفعهم يعني وربنا كرمهم. انا رحت الانتاج الحربي، لما رحت الانتاج الحربي حتى البلعوطي اشتغلت معاه، حتى جاد اشتغلت معاه في جاد انبي ما شاء الله. اداؤه هايل يعني. اشتغلت معاه كمان في انبي، بس هو مدربه الكابتن خالد فرحات هو اللي اسسه. مدرب محترم برضو من انبي، هو اللي اسس الولد ده وهو اللي اشتغل معاه، وبعد كده طلع للكابتن خالد خليل، وكابتن خالد خليل كمل المسيره. احنا كنا في انبي احنا اسره بنسلم بعض، بنحب بعض، حتى مدربين حراس المرمى يعني بنحب بعض. اي حد يتعاون مع حضرتك لازم يحبك يعني. ربنا يخليك. كنا بنحب بعض ونقعد احنا عايزين النادي ينجح بالظبط، لان بيتك فلازم تتمنى لبيتك ينجح. والدليل انه ما شاء الله ابو جبل وعلي لطفي وجاد والمهدي يعني كميه كبيره جدا من حراس المرمى تشوفوهمش في اي قطاع ناشئين يستمروا بهذا التالق يعني. دي حقيقه، دي حقيقه. حتى انا في فتره من الفترات قلت للكابتن امام انت هيبقى عندك تخمه في حراسه المرمى. بالظبط. فقال لي يا ريت. قلت له انا ما بمثلش، انا بكلمك بجد. يعني احنا بالسيستم اللي احنا ماشيين، بالنظام اللي احنا ماشيين بيه، هنعمل حاجه كويسه وهنعمل حراس ليه. طب عايز يعني في سؤال محير جدا بالنسبه لي، وانا في قطاع الناشئين كنت دايما بتفرج على ابو جبل، وكنت شايف ان ابو جبل خليفه الحضري، حتى لما راح الزمالك ومشي وراح سموحه انا كنت متاكد ان هو هيبقى خليفه الحضري. ايه اللي ينقص ابو جبل الى الان عشان يبقى حارس مرمى الاول؟ ليه ابو جبل مش الشناوي؟ الناس كلها بتقول الشناوي رقم واحد، ايه اللي ناقص ابو جبل عشان يبقى رقم واحد؟ طيب شوف، ابو جبل انا اللي جبته. تمام. يعني اعوذ بالله من كلمه انا، بفضل الله سبحانه وتعالى. احنا كنا ماسكين ال90 انا والكابتن سيد يوسف. تمام. ربنا يديه الصحه. وكنا رايحين نلاعب فرقه اسمنت اسيوط، بترول اسيوط. تمام. في اسيوط. تمام. والولد ده كان واقف. تمام. الولد ده اشتغل على كورتين. وهو جسمه تقريبا زي ما هو دلوقتي كده ابو جبل. ما شاء الله زي ما هو كده، البنيان ده زي ما هو قوي يعني. فلما رجعنا قلت للكابتن امام في ولد ممتاز هاته. فقال لي طب نستنى. ممتاز ولا هيبقى ممتاز؟ لا ممتاز. ممتاز في سنه. ممتاز في فرقته. واللي زي ده بيبقى عايز شغل. بالظبط كده. اللي زي ده بيبقى عايز شغل بطريقه معينه. تمام. عشان تعرف تعمل منه حاجه واحده. تمام. فكابتن امام محمدين اشتغل عليه، وهو بيشتغل عليه الزمالك اشتغل عليه. تمام. هو على الشاشه ابو جبل حارس مرمى الزمالك. بالظبط. هو بنفس الجسم. بنفس من هو صغير هو كده. من هو كده هو صغير. تحس ان هو مسنن وهو صغير. بالظبط. اشتغل عليه وربنا وفقه وجابه. بالظبط. لعب كاس العالم اعتقد هو. لعب ماتشين وبعد كده اشتغل علي لطفي. او العكس يعني. حاجه زي كده. لكن شارك في كاس العالم اللي اتعمل هنا في مصر. هو مواليد 89 كابتن رمزي وسكوب طبعا. بالظبط. وكابتن علي كابتن فكري صالح كان هو مدرب الحراس ساعتها. بالظبط كده. وكان معاهم الكابتن الصيفي تقريبا. بالظبط. كابتن محمد الصيفي برضه انا اشتغلت معاه في انبي. كنا ماسكين ال 89 وال 87. يعني كانت الخطوات بتاعت ابو جبل ماشيه كويس جدا، واستطاع ان هو يوصل للزمالك، لكن برضه في تذبذب بعض الشيء في المستوى. مش هو ابو جبل، مش ده اللي احنا كنا مستنيين منه اكتر من كده. انت تقصد الماتش الاخير؟ لا خليك واضح معايا في سؤالك. مش بتكلم عن الماتش الاخير. انا مثلا طول الوقت كنت دايما بقول انه بعد الحضري انا شايف ان ابو جبل ده كان رايي انا اسلام الشخصي يعني. ابو جبل من بدايته عشان انا متابعه من ايام الناشئين، بنيان قوي، فنيات عاليه، حارس متميز جدا. كنت مستني ان هو لما يروح الزمالك يبقى حارس مرمى منتخب مصر الاول والزمالك الاول. راح الزمالك المره الاولى وما نجحش، راح سموحه بعد كده رجع الثاني وانضم للمنتخب لكنه مش الاول. لا اقف هنا. راح سموحه ونجح وعمل اداء هايل. مظبوط. وبناء عليه الزمالك قال عايزه. مظبوط. فبناء عليه الزمالك قال لك اجيبه تاني. مظبوط. مع الاداء اللي هو اداء كان اداء رائع. مظبوط. تمام. لما ما يلعبش وبعد كده لعب. لما جه عواد كان شغال. تمام. حارس المرمى اداء ولعب مباريات
تاخد منه لو تمام. هو حارس مميز. تمام. لكن انك اه تقعده بيحصل فيه عنده تذبذب وعدم ثقه، مم. عشان يرجع تاني عكس اي لعيب في الملعب. اي لعيب هيلاقي لعيب جنبه هيسنده، لكن حارس المرمى العرضتين والقايم مش هيسندوه، كرة جون على طول. تمام. فبيبقى عايز فتره عشان يخش في المستوى الكويس. تمام. ابو جبل واضح ان هو جهازه العصبي، الكلام ده مهم بقى اللي احنا هنقوله دلوقتي، فنيات بقى. جهازه العصبي مش سليم بنسبه 100%. يعني ضغوط في سموحه ما كانش فيه ضغوط، تمام. في الزمالك فيه ضغوط ومطلوب بطولات. مظبوط. ده ضغط نفسي، تمام. وضغط عصبي. تمام. لما انا الاقي عندي حارس كده انا لازم اعرف امتى اقعده عشان اقوم بيه تاني عشان يبني جهازه العصبي. تمام. تمام. فهو ده ابو جبل، ده الفرق ما بين ابو جبل والشناوي. طب النهائي افريقيا الاخير والهدفين اللي دخلوا فيه، راي حضرتك هل يتحمل جزء ولا؟ شوف هقول لك حاجه، انا قلت الكلام ده قبل المباراه باسبوع 7 ايام، سئلت في موقع من المواقع، فانا قلت لهم انا خوفي كله على ابو جبل. لان ابو جبل لما هيجي المباراه هيكون بقى تقريبا 31 يوم ما لعبش مباراه رسميه. تمام. فاداؤه هيكون مذبذب. عكس النادي الاهلي وذكاء النادي الاهلي. الشناوي راجع من المنتخب، لعب ماتشين، لما جم يلعبوا ماتش الكاس ادى الشناوي عشان يحافظ على اللياقه الذهنيه ولياقه المباريات وحضوره. حارس المرمى لازم يبقى عنده حضور. مظبوط. والحضور ما بيجيش غير من المباريات، المشاركه المستمره. بالظبط كده. مظبوط كده. فده اللي حصل، الفرق ما بين الشناوي وما بين ابو جبل. وانا ذكرت الكلام ده وقلته لنادر السيد. قلت له انا خوفي كله على ابو جبل، لان بقى هيروح عند 31 يوم. مظبوط. وهيكون وقد كان بالظبط. يعني كلنا ابو جبل جون كبير وحارس عظيم، حارس منتخب مصر وامل كل المصريين وامل نادي الزمالك مع زمايله طبعا. بس هم اخطاوا ان هو بعد هو ما شاركش قبل المباراه، فبالتالي الزمالك دفع الثمن الغلطات دي ويتحمل. يعني قول لي بقى جزء كبير ولا بنسبه كبيره. بنسبه كبيره الهدفين بالظبط كده. يعني التمركز وعدم الخروج الجيد في الجون الاولاني. امام حضرتك على الشاشه الجول بتاع السوليه. يعني دي التفاصيل. بص هي الكره نازله لحد فين؟ تمام. الكره نازله تحت. وهو وفين هو المفروض كان يروح يقطع، بس هو ما قطعش على الكوره. فده زي ما حضرتك بتقول عشان حساسيه المباراه، بالظبط بعيد عن المباراه. بالظبط. انا كنت يعني مشفق عليه جدا. بس هو عشان هو راجل. يعني هو راجل جدا. مين الحارس الافضل في مسيره حضرتك التدريبيه؟ وعارف انك هتقول لي اسامي كتير، لكن هبقى سعيد جدا لو اخترت لي واحد. الشناوي طبعا في بتروجيت. طبعا مفيش كلام. طيب الشناوي لما جه من النادي الاهلي وراح بتروجيت وكان في الاول ما بيلعبش اعتقد، وبعد كده حضرتك عديته وصنعته ان هو يبقى حارس وبعد كده انضم. عايز حضرتك تحكي لي برضو شفت ايه في الشناوي؟ بص انا وانا ماسك الانتاج الحربي كنت رايح، كان ليا صديق مدرب حراس بتروجيت كان ماسك هو كابتن ابراهيم. فكنت رايح عشان نقعد نتكلم شويه، فقابلت الشناوي بره وكان معاه الوكيل بتاعه. تمام. قلت له عارف يا شناوي؟ قال لي، قلت له انا اتمنى ان انا امرنك. تمام. انا شايف فيك حاجات اتمنى ان انا امرنك. فالوكيل بتاعه قال لي يا كابتن امام انا اتمنى ان حضرتك تمرنه. تمام. هيفرق. تمام. شاء بقى القدر الحمد لله ان انا جمعته بتروجيت. في بتروجيت. جيت من الاسيوطي. رحت شغلت مع الكابتن احمد حسن الصقر. وكان موجود معانا هيثم، كان موجود معانا الكابتن مؤمن. بس الشناوي ما كانش بيلعب اعتقد في الوقت ده؟ لا كان هو الحارس رقم واحد؟ كان بيلعب وفي جمعتنا برئيس الشركه، وكان اداء الشناوي السنه اللي قبلها ما كانش موفق قوي. بالظبط انا فاكر السنه دي كويس. بالظبط كده. يعني فهو حتى الراجل قال لي ربنا معاك. عشان دي حيلك بقى عندك مشكله. قال لي ربنا معاك. يعني المساله مش سهل يعني خالص. فانا قلت له بس انا هنعدي كده فتره الاعداد ونشوف وان شاء الله ربنا هيكرم باذن الله. وقعدت مع الشناوي وحطينا بلان خطه كده نمشي عليها. عشان وهو خد بالك حتى مهما كنت انت مدرب كبير ومعاك امكانيات في التدريب وربنا فاتح عليك وكده، لازم القماشه اللي معاك تبقى عايزها. مظبوط. لو هو عايز وانت عايز
يعني وان يريدوا اصلاحا يوفقهم الله، بالظبط. فاحنا عايزين اصلاح، بالظبط. فوفقنا ربنا سبحانه وتعالى وعملنا حاجه كويسه. عملنا 9 مباريات متتاليين ما يخشش فينا هدف. كلين شيت. ما شاء الله، متعود بقى كلين شيت الشناوي من زمان. بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله. و9 قلنا بعد كده عايزين نعمل اداء كويس الاول، وبعد كده نحاول نحافظ ونعمل حاجه مش موجوده في الدوري المصري. بالظبط. وايام ما كانش ايام ما كانش فيه كلين شيت 9 دي او 8. مع كل الاحترام والتقدير طبعا ممكن تتعمل في الاهلي او الزمالك. كابتن شوبير كان 8. الشناوي تخطى الرقم. 9. قلت له بعد كده عايزين نلفت النظر، لو احنا عملنا كده ولفتنا النظر. لما تعمل كده وانت مش في اهلي وزمالك انت لازم تلفت النظر. بالظبط. اللعيب والمدرب بتاعه واداء. بالظبط. انا السي في بتاعي تقل، وانا قلت له يا شناوي انا السي في بتاعي تقل طبعا من خلالك. طبعا ما شاء الله. قال لي لا يا كابتن ده انا اللي قلت له لا انا دي حقيقه. خلينا نقول ان احنا الاثنين كملنا بعض. بالظبط. ف قلت له خلينا نلفت النظر. بالظبط. عشان عندنا مرحله اهم. عشان نروح اهلي او زمالك او منتخب. لا عايزين نروح المنتخب. تمام. بعد ما نروح المنتخب لازم ننقي فرقه من الاثنين الكبار. بالظبط ملهاش حل. بص خلينا نقول اللي احنا عايزين نروح نحترف في حته محترمه بره. تمام. هنشتغل عليها. نشتغل عليها صبح وظهر وليل ونقعد مع بعض وهو وزمايله. تمام. يعني انا عندي ال3 بيبقوا واحد. تمام. اداء واحد وتدريب واحد ومعامله واحده. توجيهات بالظبط. توجيهات واحده. عنف واحد. لو مساواه وعدل. وضرب في الصدر واحد. لو انت اخطأت. انا في شغلي صارم جدا وبحب النجاح وبحب ان يتقال امام عبد العال، فبحافظ على الكلام ده قوي. تمام. والحارس اسم حضرتك كبير ولامع يعني. الحارس هيسمح لك انك تحط ايده في صدره لما يحبك ويعرف بالزبط. ان انت بتعمل كده لمصلحته. طبيعي. وكمان بيفرق معايا الكلام ده ان مفيش جمهور، فيقول لك المدرب بيعمل كده عشان يتمنظر قدام الجمهور والكلام ده. لا مفيش. فيبقى هو عارف بالزبط. ان انت بتعمل كده لمصلحته هو بس. بينك وبينه. فربنا كرمه وعملنا كده وراح المنتخب. وفي فتره من الفترات بتاعه المنتخب كان ال3 الاولاد اللي موجودين ولادي اللي هم علي لطفي الشناوي ومهدي سليمان. 3 اللي كانوا موجودين. ده احسن احساس بالسعاده والنجاح طبعا. حتى اولادي ندى ونغم ونانسي حاجه. انا بشوف ندى ونانسي على طول. قال لك اولاد بابا اللي عمل الحراس دول كده. والمدام طبعا عندي ربنا يكرمها هي السبب فيهم. هي السبب الرئيسي ان انا اجي اخش تاني للتدريب. انا كنت نسيت خالص. قلت خلاص انا هبعد عن الكوره. وهي اللي قالت لي وهي اللي شجعتني على الكلام ده. الحمد لله. ونجحت انا الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى. وبعد كده رحت الجونه. مشوار الجونه كان مشوار مش سهل. لان كنت رايح على حراس تقريبا الحاله عندهم مفيش ثقه في نفسهم. تمام. ضايعه منهم خالص الثقه. معظم الاماكن اللي حضرتك رحتها الظروف كانت بتبقى صعبه. وبقى انا مبسوط على فكره. عارف اما انا الاقي مثلا واحد جاهز هقول طب ما انا مع الناس مش هتتكلم عليا يعني بالزبط. انا عملت لازم اعمل تحول. عايز اعمل فربنا بيبعت لي ده رزق من عند ربنا سبحانه وتعالى. انت عارف كده يا اسلام. طبعا. المدرب اللي هو بيبقى كويس واثق من نفسه بيتمنى ان هو يعمل حاجه بالظبط او يضيف. تمام. فلما رحت هناك ربنا كرمني وعملت حاجه كويسه جدا في الجونه. ونجحت مع الغرباوي ومع عمر ومع هيثم. وعملنا اداء كويس جدا. حتى الغرباوي نهاه قدام الزمالك بطريقه جميله جدا. السنه بقى اللي بعدها طبعا ما كانش في نصيب ومشينا انا والكابتن حماده. ده تقريبا كابتن حماده صدقي. طيب عايز اخد برضو راي حضرتك في مستوى علي لطفي في الوضع الحالي، وبعدين ندخل بقى على رحيل شريف اكرامي وتقول لي رايك فيه. بص هقول لك بصراحه لما راح علي الاهلي انا ما فرحتش. حسيت ان فرصته صعبه. وانا قلت له يا علي انا مش هبارك لك ومش مبسوط الا لما تلعب. يعني صعب. في حارس راكب وفي حارس منتخب كمان موجود هو شريف. والفرصه هتبقى صعبه. انا شايفها كانت هتبقى صعبه. فقلت له انا مش هبارك لك لما تلعب. فلما لعب كمان لعب في ظروف يعني صعبة. انا بحبه قوي طبعا وهو ابني طبعا. فلما لعب كمان في ظروف صعبه. اللي قدامه ما خدمهوش. بص حارس المرمى بيخدم اللي قدامه واللي قدامه بيخدمه. اللي قدامه ما خدمهوش للامانه صراحه. يعني علي لطفي جون كبير وامكانياته كبيره جدا. انا اللي عارفها كويس قوي. بس لو هو زي ما قلت على شريف اكرامي انك لازم تلعب. يعني ما انا ابن النادي الاهلي ولعبت في الاهلي 16 او 18.
فانا ابن النادي الاهلي، فلما اقول اللي انا هقوله ده انا عارف بقول ايه. تمام. كامام عبد العال حارس المرمى ما يفرحش ان هو بقى في النادي الاهلي من غير لعب، ما يفرحش ان هو في الزمالك بقى من غير لعب. حارس المرمى لازم يخرج يلعب، زي الشناوي خرج لعب مستواه عالي، النادي الاهلي خده. يبقى كده حضرتك موافق على انتقال شريف اكرامي لبيراميدز؟ بص هقول لك، انا برضو مش هغير كلامي اللي انا قلته قبل كده. المنافسه هناك هتبقى شديده جدا طبعا، ولابد انك تكون لاعب ذكي. طبعا. انقي المكان اللي انا مش هتبقى فيه شراسه. اه اولا هي الغيره بتولد نجاحات. مظبوط. ولما تبقى غيره حلوه بتولد نجاحات اكتر. مظبوط. لما تبقى المستويات قريبه في العمر وفي المستوى الفني والبدني بتبقى حلوه. مظبوط. لكن ان انا اروح على موقعتين جامدين وانا ما بلعبش بقالي تقريبا سنه مظبوط وشويه، وحارس المرمى هو روحه اللعب زي السمكه روحها الميه. طب كان يعمل ايه يعني؟ كان يقعد في النادي الاهلي والناس مش عايزاه، ولا كان يعتزل وخلاص كده، ولا كان يروح في فرقه ثانيه غير بيراميدز؟ بص هقول لك حاجه يا كابتن اسلام، مصر مليانه نوادي عظيمه ومحترمه. تمام. اسماعيلي محتاج جون، الاتحاد محتاج جون. ماشي ماشي، بس بيراميدز يعني امكانياته الماديه اكبر من كده، واون سبوت الناس كلها باصه عليه وبيلعب افريقيا، وخلينا برضو نتكلم في الموارد الماليه فرق كتير جدا عن بس خلاص يبقى الكلام خلص. يبقى انت جبت اخر الكلام. انا حضرتك يعني اللي ممكن حاجه يفكر فيه يعني. انت جبت اخر الكلام. انت رايح ليه؟ على قد الثلاث حروف دول انت هتعرف تشتغل. تمام. محمد صبحي اللي بيقولوا لي محمد صبحي راح الاسماعيلي اعاره من الزمالك. محمد صبحي ده ابني، انا برضو مرنته ببتروجيت. انا جبته من ده حارس المرمى المنتخب الاولمبي بالظبط كده. انا جبته من القطاع من تحت ومرنته معايا في السنه بتاعت الشناوي. تمام. وهو ولد مجتهد جدا، وهو حاجه واعده. حاجه واعده وحاجه محترمه، وانا شايف ان هو هيخدم الاسماعيلي. بس انا بقول احنا بنتكلم على الشناوي. احنا بنتكلم على على شريف. احنا بنتكلم على شريف. لازم اما انقي حته هروح العب وانا بالظبط شريف، وانا ضامن ان انا العب عشان انا يعني شريف فاضل له كام سنه وخلاص يعني. انا بتمنى لشريف كل توفيق. وانا بحبه على المستوى الشخصي، وهو خدم النادي الاهلي وجاب لنا بطولات كتير وحاجه عظيمه. وابن راجل عظيم. احنا بنتكلم في اللي المفروض. احنا مش عارف ايه اللي جواه هو. احنا بنتكلم في من الناحيه الفنيه. من الناحيه الفنيه. طب راي حضرتك برضو الفني، وده مهم بالنسبه لي جدا في بيراميدز، من يحرس مرمى بيراميدز؟ طيب لما يبقى عندك ابن طالع الاول على مستوى الجمهوريه والامتحان خلص، تعمل له امتحان تاني في نفس السنه؟ اكيد لا. ليه؟ عشان خلاص ناجح. بس خلاص، ما انت عندك ولد جاي لك، عندك ولد جاي من المنتخب اسمه مهدي سليمان. فبالتالي حضرتك شايف انه المهدي اللي يلعب. انا لو انا مدرب لو انا مدرب بيراميدز، انا جاي لي من المنتخب فلازم هيلعب. عندي الشناوي هيخش في منافسه، عندي شريف هيخش في منافسه. بص لازم يبقى التقييم عندك موحد. صح. اوعى ما قلتش ده جاي من الاهلي والصفقه بتفرض نفسها والحسابات دي. انا كامام عبد العال ارفض الكلام ده تماما. ايا كان هو اللي جاي عندي. حضرتك ان اللي بيتمرن كويس وان اللي جاهز هو اللي يقدر يلعب. جاهز اللي هو هيكمل لي قناعات، هو ده اللي هيخش. هو ده يخش. وده المدرب اللي عايز ينجح. مظبوط. اللي عايز ينجح لازم يعمل كده. لازم الثلاثه اللي بيمرنهم يحسوا ان هو فير قوي. كله بياخد حقه، واللي يخش يلعب كلنا نبارك له ونقول ربنا يوفقه. طب في الزمالك مين يلعب؟ عندنا جنش وعندنا ابو جبل وعندنا عواد السنه الجايه برضه. انا بحاول يعني عشان يعني فاضل يمكن 3 4 دقايق، فعايز الحق اخد اجابات سريعه من حضرتك عشان الحلقه ما تخلصش وما طلعتش بالحاجات دي. مين يلعب في الزمالك؟ ابو جبل. ابو جبل. انا قلت لك بعد جنش وبعد وفي وجود عواد. انا قلت لك هم غلطوا ان ما ادوش ابو جبل الماتشين عشان يديهم الماتش بتاع الاهلي بتاع افريقيا. ابو جبل افضل حاله فنيه ابو جبل. طب السؤال الفتره الجايه الناس كلها هتتكلم عليه، مين يبقى حارس مرمى مصر في الاولمبياد بمنتخب كابتن شوقي غريب؟ هل صبحي قادر بعد لما راح الاسماعيلي، ولا هيجيب حارس كبير من المنتخب الاول؟ طب انا هسالك انت رايك ايه او انت تتمنى ايه؟
انا اتمنى ايه؟ انا اتمنى صبحي يلعب، لكن برافو لو انا عليك. المدير الفني ليه؟ هاخد الشناوي بصراحه. لا ليه؟ علشان هو اللي تعب وهو اللي اجتهد وهو اللي شال، وبعدين عنده يعني اكتسب خبرات كويسه وخد بطوله افريقيا، ولازم اصنع حارس للفتره اللي جايه. هو ده. اه لازم اصنع حارس الفتره اللي جايه. بالظبط. ده انا بطالب اه انا بطالب ان يطلع صبحي يتمرن مع المنتخب الكبير، مظبوط، ياخد عشان يجهز. وبالتالي خطوه جو الاسماعيلي دي ويعيش. خطوه جيده ان هو جداً. يشارك، لانه بقاله كتير جداً. بعيد، وحضرتك كنت لسه بتكلمنا عن حساسيه المباريات قد ايه مهمه يعني. بالظبط. آه. بالظبط. والانديه اللي صعدت يا اسلام بيدوروا على جون صعب، مش لاقيين جون، يقول لك مصر ما فيهاش اجوان. صح. سواء سيراميكا، البنك البنك، الاهلي بيدوروا على جون وبفلوس تسمع ملايين. يقول لك ما فيش جون. لا، في جوان، بس انت مش لازم تجيب الثلاثه وتقعدهم عندك، مش لازم تعمل ثلاثه جنش وعواد وابو جبل. وفي النادي الاهلي علي لطفي وشريف وشريف. النادي الاهلي فيه جون طالع، انا ما رضيتش اقيمه الا لما اشوفه. اسمه مصطفى شوبير. الناس كلها كانت بتتكلم، انا ما كنتش بتكلم عليه. فيقولوا لي ليه؟ اقول لهم لازم اروح اشوفه بنفسي عشان اقيم، عشان الكلام هيتاخد عليا. تقييم مختلف. بالظبط. فلا، في حاجه واعده وحاجه جميله وحاجه كويسه اسمها مصطفى شوبير جاي وهيخش وهيبقى كويس قوي مع المدرب الكويس قوي اللي موجود في الاهلي. على فكره عمل حاجات كويسه وانا بحييه. الحقيقه انا اللي بحيي حضرتك وبشكرك يعني وشرفتنا، والحقيقه الحلقه جريت بسرعه جدا، كلام حضرتك رائع وممتع ومتعتنا، وان شاء الله تبقى معانا في حلقات تانية عشان نكمل بقى كده. دلوقتي ما اسعفناش يعني. انا سعيد جدا ان انا معاك وسعيد ان انا قاعد قدام لعيب كوره. ربنا يبارك في حضرتك. الكلام هات وخد. بالظبط، يعني انا ما حسيتش بالحلقه. فانا سعيد جدا معاك وربنا يوفقك يا حبيبي، وانت حاجه جميله حبيبي يا كابتن، وبتساعد اي حد في الحوار. ربنا يبارك في حضرتك. كابتن امام علي، يعني اتشرفت بحضرتك وشرفتنا ونورتنا. دي كانت حلقتنا من ملعب افريقيا، استنونا الخميس الجاي وحلقه جديده من حلقات ملعب افريقيا على المصرية. تصبحوا على خير حبيبي.